بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حبايبي، إن شاء الله الذكر بتاعنا في الفيديو ده هيبقى لا إله إلا الله. يبقى الذكر بتاعنا لا إله إلا الله، مش عايزين نغفل عن ذكر الله، عايزين باستمرار على لساننا ذكر الله. شايفين مع بعض النهاردة أنا هشارك معاكم الغدا بتاعنا. عملنا النهاردة فراخ بلدي، وعملت صينية بطاطس، وعملت طاجن رز في الفرن كده. يلا بينا، وشوية مخلل بدنجان زي العسل. ويلا بينا مع بعض نشوف الفيديو بتاعنا وعملنا فيه ايه. وما ننساش الذكر بتاعنا لا إله إلا الله. نبدأ وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا الفراخ بتاعتنا البلدي الجميلة ديت، ما شاء الله. انا غسلتها كويس وكتفتها كده زي ما احنا شايفين مع بعض. هجيب حلة كده وهنزل فيها بمعلقة سمنة كبيرة، وهبدأ اشوح الفراخ بتاعتنا. هنزل كده بالفراخ واحدة واحدة. ما ننساش الذكر بتاعنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهنزل كمان بالحوايج بتاعتنا، الأجنحة والرقبات والكبد والقوانص. هدي الفراخ بتاعتنا تشويحة بسيطة، هقلبها كده. ما ننساش لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هبدأ كده أقلب الفراخ بتاعتنا على الجنب التاني، تشويحة سريعة كده. وهزود على طول المية المغلية بتاعتنا. لازم المية بعد ما شوحت الفراخ انزل عليها بالمية المغلية. هغطيها كده بالمية. ما ننساش لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هنزل بقى كمان بطماطمتين وبصلتين كده للشوربة. وهنزل معايا بورق لورا وحبهان ومستكة. وهضيف كمان الملح والفلفل الأسمر. يبقى انا كده حطيت للشوربة بتاعتنا كل حاجتها. هغطيها بقى وهسيبها لما تغلي، اهدي عليها النار وهسيب الفراخ لما تستوي خالص، ونروح نشوف هنعمل ايه مع بعض. ما ننساش لا اله الا الله. هعمل طاجن رز كده سريع سهل خالص ومكونات بسيطة. معايا الطاجن الاول هدهنه بالزبدة كويس كده. وبعد ما دهنت الطاجن بتاعنا كويس بالزبدة كده، هنزل فيه بالرز بتاعنا المغسول كويس، الرز المصري العادي. ما ننساش لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهنزل كده على الرز باللبن. هنزل بشوية لبن كده، مش اللبن ملهوش مقدار، اللبن الموجود عندك انزلي بيه. هنزل كده باللبن بتاعنا، وهنزل عليه بشوية مية. مش هعمل الرز بلبن صافي، عشان اللبن الصافي بيخلي الرز بتاعنا يتكتم كده ومش بيبقى مستوي كويس. فاحنا هنزل بشوية مية، يبقى قيمة عقل الصبع فوق الرز. وهنزل عليه بمعلقة زبدة وشوية زيت عشان الرز بتاعنا يبقى مفرفر وحلو. وهنزل بعد كده بقى بالملح.
هنزل بالملح وكده يبقى الرز بتاعنا جاهز. هدخله الفرن على نار عالية، وهنطلع الرز وهنشوفه مع بعض. بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال. وهعمل بقى كمان معاكم صينية بطاطس. معايا البطاطس مقطعاها بالحلقات دي زي ما احنا شايفين، دوائر عريضة كده. ومعايا طماطم وبصل وواحد فلفل حامي كده. هبدأ كده هقطع الطماطم بتاعتنا عشان انا بحب اعملها في البطاطس متقطعة، مش بحب اضربها في الخلاط. وهقطع البصل برضو، وهقطع قرن الفلفل الحامي. وهجيب الصينية بتاعتنا وهنزل على طول بالبصلة والفلفل والطماطم عليها. ما ننساش لا اله الا الله. وهنزل بالملح والفلفل الاسمر كمان. وهمسك البصلة مع الطماطم وهدعكهم كويس كده بالملح والفلفل الاسمر لما الخضار بتاعنا كله يدبل كده. وهنزل بقى عليه بالبطاطس، اصفيها كويس وهقلبها كويس مع الطماطم والبصل والتتبيله الحلوه ديت. هقلبها كويس جدا كده لما البطاطس تتغلف كلها مع الطماطم والبصل. نجدد النية مع بعض. اللهم اجعل عملنا خالص لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعله إطعام طعام وصلة أرحام وتعاون على البر والتقوى، إدخال الفرحة والسرور على قلب الأسرة والأولاد. اللهم آمين. هنزل كده كمان عليها بشوية زيت ومعلقة سمنة. وهرفع الصينية بتاعتنا على البوتاجاز. هقلبها تقليبة تانية كده وهي على البوتاجاز تبدأ تغلي كده. هغطيها وهسيبها تتسبك كويس جدا مع بعضها كده. ما ننساش الذكر بتاعنا لا اله الا الله، لا اله الا الله. نشوف صينية البطاطس بعد ما سبتها اتسبكت خالص. شايفين كده ما شاء الله. هزودها شوية مية صغيرين وهدخلها الشواية. شايفين البطاطس ما شاء الله استوت خالص. هدخلها بقى الشواية تاخد اللون الجميل كده من بره من على الوش، وهنخرجها مع بعض. نروح بقى نشوف الفراخ بتاعتنا ما شاء الله استويت. شايفين ما شاء الله. هنخرج الفراخ بتاعتنا ونحمرها ونقدم السفرة بتاعتنا زي ما احنا شايفين منظر الفراخ الجميلة، الفراخ البلدي الجميلة دي. ومعانا طاجن الرز اللي طالع شكله جميل جدا وطعمه جميل والرز مفرفر وجميل. ومعانا صينية البطاطس بتاعتنا. شايفين ما شاء الله بعد ما اتحمرت بقت جميلة جدا. وعملت كده طبق مخلي البدنجان، قليت البدنجان على النار وحشيته، كان جميل جنب الاكل. وكده السفرة بتاعتنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. شايفين ما شاء الله منظر الاكل مغري جدا. وحبايبي في النهاية اللي يعجبه الفيديو ما ينسانيش من اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان القناة تكبر بيكم ومعاكم. واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك معنا في القناة ويضغط الجرس ويختار الكل علشان يوصله إشعار بكل جديد أنزله بإذن الله. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.